أهلا بيكم. هل بتشتكي إن مجهودك مش متناسب مع عمرك رغم صغر سنك؟ طب عايز تعرف الأسباب اللي بتقلل مجهودك وإزاي تتجنبها؟ عايز تعرف إزاي تستعيد حيويتك مرة تانية وإزاي تعرف تحافظ عليها؟ لو عايزين تعرفوا الأسباب اللي بتهدر طاقة الجسم وإزاي نتجنبها تابعونا في حلقة النهاردة. زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت إن طاقة جسمنا ليها دورة متكاملة بيتم من خلالها تفريغ وإعادة شحن الطاقة بنظام رباني، والنظام ده خاضع لفكر الإنسان وإرادته، علشان كده معرض إنه يحصل فيه خلل. وشرحنا في حلقتنا اللي فاتت إزاي الخلل ده بيحصل. أما في حلقتنا النهاردة هنشرح أسباب الخلل ده وإزاي نتجنبها. أول سبب هو الفكر السلبي. مهم جدا إن أنا أراقب أفكاري واختبر مدى صحتها واستخدم إرادتي علشان أعيد توجيهها لاتجاه إيجابي يفيدني بدل الاتجاه السلبي. على سبيل المثال، لو مريت بموقف معين وبدأت أسأل عقلي عن معنى الموقف ده، لو لقيت إن عقلي بيقول لي معاني سلبية فقط للموقف ده، أبدأ أسأله هو مفيش معنى تاني للموقف ده غير كده؟ في الأول عقلي هيقول لي إن الموقف ده ملوش تفسير تاني، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة إن كل موقف بنمر بيه بيكون ليه معنى سلبي ومعنى آخر إيجابي، وإحنا اللي بنختار أي معنى منه. علشان كده درب عقلك باستمرار كل ما يديلك معنى سلبي لموقف معين إنه يدور تاني ويوجد معنى إيجابي لنفس الموقف. كده هتبدأ تدرب عقلك وتوجهه للتفكير الإيجابي اللي بيشحنك بطاقة الحياة بدل من التفكير السلبي اللي بيسحب منك طاقة الحياة. السبب الثاني هو الاستنزاف العاطفي، والمقصود بيه هدر طاقة الإنسان خارج المنظومة الطبيعية، وده بيحصل في حالة المبالغة في الانفعال العاطفي، بمعنى إن الإنسان بيهدر طاقته في صورة مشاعر زايدة بتخرج بقدر لا يتناسب مع طبيعة الموقف. وده ليه صور كتير، منها التفكير الزايد. في الحالة دي الإنسان بيفقد قدر كبير من طاقته أكبر من إنه يقدر يعوضه من خلال دورة إعادة شحن الطاقة الطبيعية بالجسم. علشان كده مع الوقت بيبدأ الإنسان يشعر إن طاقته ومجهوده بيقلوا، حتى على الرغم من حصوله على القدر الكافي من الغذاء الصحي والنوم الصحي. الحل في الحالة دي إن الإنسان يبدأ يوزن انفعالاته على ميزان حساس ويشوف إذا كانت فعلا بتتناسب مع المواقف ولا لا. وإذا اكتشف إن انفعالاته زيادة يبدأ يدور على أسباب الانفعال الزايد ده علشان يتخلص منها، واللي غالبا هيكون سببها مخزون عاطفي قديم ما قدرش يتخلص منه. في الحالة دي هيحتاج يلجأ لكوتش يساعده على التخلص من المخزون العاطفي القديم ده علشان يقدر يوصل للاتزان العاطفي اللي يضمن له وقف نزيف هدر الطاقة منه علشان يقدر يستعيد حيويته من جديد. السبب الثالث هو إنه ممكن يكون الإنسان مش بيهتم بإنه يشحن طاقته الإيجابية باستمرار، أو مش بيهتم إنه يفرغ الطاقة السلبية منه بصورة صحية، وده شرحناه بالتفصيل في حلقة سابقة بعنوان الصحة الروحية. لو محتاج استشارة صحية أو مساعدة من كوتش يعلمك إزاي توصل لتوازنك العاطفي، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور. وأخيرا كونوا دائما معافين.